السلام عليكم. مش عايز تلعب ضغط بايد واحدة؟ انا النهاردة اخليك تلعب ضغط بايد واحدة. هديك تمارين تأهلك ان انت تلعب ضغط بايد واحدة. بس قبل ما نخش على التمارين ديت لازم تكون بتعرف تلعب ضغط كويس. دي تمارين الضغط العادية تكون بتعرف تلعبها باحتراف. على الاقل تكون بتجيب لك فيها 20 30 عد علشان تلعب ضغط بايد واحدة. بس قبل ما نبدأ وازاي اعلمك ضغط بايد واحدة لازم تدوس لايك، ولو انت اول مرة تشوفنا اشترك في القناة وكومنت حلو من قلبك. ويلا بينا، يلا بينا. قبل ما نبدأ وقبل ما نخش على التمارين لازم تسخن كتفك كويس، او التمارين اللي جايبها لك ديت معتمدة على كتفك، فانت لو ما سخنتش كويس قوي ممكن يحصل لك اصابة في كتفك. قبل ما تلعب تمارين الضغط بايد واحدة لازم تبقى مسخن كتفك كويس قوي. خلاص يا بطل، سخنا. تبدأ تلعب ضغط بنفس الشكل دوت، محمل على دراعك اليمين بس ساند بإيدك الشمال. هتفضل تلعب التمرينة ديت لحد ما تبقى متأهل انك تخش على التمرينة التانية. التمرينة التانية تبدأ تلعب ضغط بإيد واحدة برضك بس على حاجة عالية بنفس الشكل دوت لحد ما تبقى متأهل تبدأ تخش على التمرينة التالتة. التالتة هتبدأ تلعب ضغط بإيد واحدة بس وانت ساند على حاجة عالية بنفس الشكل دوت. انا ببدأ اجيب لك تمارين سهلة ونبدأ نصعبها واحدة واحدة، اما بعد كده هنبدأ نلعب ضغط بإيد واحدة بس وانت ساند على ركبك لحد ما تبقى متأهل انك تخش تلعب ضغط بإيد واحدة. خلاص، هنلعب ضغط بايد واحدة بعدها بس وانت رجلك معمولة بزاوية 90، فاتح رجلك بنفس الشكل دوت. خلاص بقينا محترفين في لعبة الضغط بايد واحدة بس وانت فاتح رجلك بنفس الشكل دوت. عايز تصعب الموضوع بقى هتبدأ تضيق رجلك وتلعب، عايز تصعبها اكتر تبدأ تضيق رجلك وتلعب. وبس كده يا جدعان نكون خلصنا في فيديو النهارده. يا رب تكون استفدت. لو انت استفدت دوس لايك، ولو انت اول مره تشوفنا اشترك في القناه وكومنت حلو من قلبك. ويلا نشوفكم في فيديو جاي. سلام.